قبل ما نبدأ حلقتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة زهرة الندى. كانوا الأخوات الأربعة متجمعين مع بعض في غرفة التدريب بطلب من سيف، وكان سيف رايح جاي في المكان بتفكير. فقال عمر بنرفزة: لا بقول لك ايه، انا واحد تعبان وصحتي على قدي، وانت بقالك ميعادنا القعده دي يجي نص ساعه وماسك المكان رايح وجاي كأنك بتحفظ مساحات الأوضة. سيف بحدة: اقعد ساكت يالا بدل ما اديك روسية تجيب أجلك مرة واحدة. عمر بغيظ: صدق يالا انك ظابط ظالم. بعدين كمل بسطواتي: ابو اليوم اللي جابتك امي فيه الاول لتكون اخونا الكبير. سيف رفعت حاجب: بتقول ياض انت؟ ادم بضيق: يا عم ما يقول اللي يقول الله، ما تنجز وتقول لنا اللي مجمعنا التجميعة السودا دي. امير ببرود: وبالذات يعني انك مجمعنا عادي بعد اللي حصل يا حضرة الظابط. سيف بحدة: اقعد ساكت يالا لحد اخر القعدة دي احسن، دلوقتي انا شاكك في حاجة كده. امير بتعجب: حاجة ايه دي بقى؟ سيف بنص عين: مش قلت لك اقعد ساكت؟ حرك امير ايده بغيظ بمعنى يا عم روح. فصله سيف بغيظ. فقال عمر: اللي انت شاكك فيه يا سيف، وفكك من الواد ده. سيف بتفكير: انا شاكك في امر جواز ابوكم من افنان. نفخ ادم وعمر بملل. فقال عمر: سيف خلاص بقى خلصنا، افنان خلاص ما عادتش تنفع لاي حد مننا طالما بقت مرات ابونا، وحتى لو اتطلقت منه فهتكون محرم علينا برضه. امير فجأة: اتكلم عن نفسك وبس يا عمر، انا نيابتها عن نفسي خلت تطلق من ابويا لانه مش مناسب ليها وهتجوزها، واسال شيخ في كلامي ده واكيد هيقول لي عادي. بصوا له الثلاث اخوات وهم مبرقين من كلام امير. فقال ادم بتوجس: هتسال شيخ عن ايه يا امير؟ لا وكمان هأيدك في التخريف اللي بتقوله ده. امير بثقة: طب تراهني على كام انه هيقول لي عادي يا اخويا. سيف بصدمة: امير اخرس خالص وما عادش تسمعنا صوتك خالص، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. شيخ ايه يلا اللي هيأيد التخريف ده؟ اكيد شيخ منصر، ولو قالك كده هيتحبس وهيتحاسب دنيا واخره يا عيل عابط انت، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بص له امير بغيظ وسكت. وقال عمر بضحك: لا حول الله على الهبل اللي على اخر الليل ده، كمل يا عم كلامك عشان نخلص من القعده الهباب دي. سيف وادم فضلوا يضحكوا شويه على اللي قاله امير. فقال سيف بتنهيده: انا شاكك ان ابوكم وافنان بيلعبوا لعبه وجوازهم ده مش حقيقي. بصوا له الثلاث اخوات بتعجب. فقال ادم وهو بيبص لاخواته: حد فاهم حاجه؟ امير باستفهام: بحاول بس يلا مش حقيقي. ازاي يعني يا سيف؟ يا ريت توضح كلامك عشان نفهم. قعد سيف على الكرسي وبدأ يحكي لاخواته عن كلام افنان ليه الصبح، والتلاتة متفاجئين من كلامه. فقال امير بصدمه: ودي عارف كل ده منين يا سيف؟ سيف بحده: انت هبل يلا، انتم ناسين ان اتخانقنا هنا؟ ده الحمد لله ان ابوكم ما كانش في الفيلا وقتها وشافنا، ده كان زمانه مات فيها. عمر بتذكر كلام افنان ليه: صدق انها برضه جات لي النهارده عشان تصالحني، وقالت لي انها عاوزه تكسبني كاخ وكده، وقالت لي برضه كلام ما كنتش فاهمه ساعتها، لكن دلوقتي وضح ليا كل حاجه. كلام ايه ده؟ قالت لي ساعات يا عمر الدنيا بتجبرنا على حاجات احنا مش عاوزينها. ما كنتش فاهم قصدها ساعتها، لان كنت بفكر ازاي اخليها تاخد اللبن من قدامي لاني كنت قرفان منه. ضحكوا الاربعه رغم عنهم على عمر. فقال سيف: تستاهل. انا دلوقتي بقيت متاكد ان افنان اتجوزت ابويا عشان بكده هتكون محرمه لينا، فمش هنعرف ساعتها نعمل حاجه عشان تكون لحد فينا. بس انا عندي سؤالين محيريني قوي قوي. امير بتريقه: وايه هما يا باشا سيف؟ سيف بص له بنص عين: اخرس خالص يا بتاع الشيخ نص كم. عموما اول سؤال هو ان ازاي البت دي قدرت تقنع ابويا بانه يتجوزها، يا ترى هو عارف ولا لا؟ والسؤال التاني ممكن يكون بيرد على السؤال الاول، وهو ان افنان وابويا متجوزين اساسا. عمر بصدمه: اصلا؟ سيف بتفكير: اصلا. كان ادم قاعد يفكر بابتسامه ماكره وبيتذكر مقالته امينه: وعلى فكره بقى اللي عملته افنان ده احسن للكل، وبكره تعرف انها ضحت بنفسها عشانكم انتم الاربعه، بس تصدق بقى انتم ما تستاهلوش تضحيتها. فعدل ادم قعدته: انتم عارفين مين اللي ممكن تكون عارفه الفوله دي كلها يا اخواتي؟ التلاته في لسان واحد: مين؟ ادم بابتسامه خبيثه: المدمزيل امينه ايها القوم. في غرفه امينه قامت امينه بنوم من على السرير وقالت بعطش: انا عطشانه كده ليه؟ اوف ده مفيش ميه في الدورق، وانا مكسلها اقوم انزل المطبخ. طب اعمل نفسي نايمه والعطش هيروح. لا انا هقوم احسن اشرب. وقامت امينه فعلا ولبست الشال فوق البيجامه، وهي لما شعرها بطريقه عشوائيه بدبوس، ونزلت للمطبخ ومفتحها عين ومقفله عين بنوم. فقالت بسخريه: انا هستأذن عاصم بيه يجيب لي كل من جنب سريري، عشان لما بنام بحلم كتير بالصحراء والحر وبعطش كتير قوي. وجابت امينه كوب فارغ وجابت زجاجه الميه وحطت فيها الميه، ولسه هتشرب وبتبص ناحيه باب المطبخ شهقت فجاه وفضلت تكح جامد لما لقت ال4 اخوات واقفين قدامها زي البادي جاردات. فقالت بخضه:
أحب كركديه، هو في إيه متجمعين بربطة المعلم كده ليه؟ أمير بسخرية: ألف سلام عليك يا أمونة، أنت كويسة يا أخت؟ أمينة بهلع: جدا. آدم بطريقة: في إيه يا أمينة؟ لا نكون خضناكي ولا حاجة. أمينة بشلل: أبدا، وأنا اتسجرة أقول كده. وبعدين قالت نفسها: دول أكيد ناويين على موتي. روحي يا أفنان يا بنت خالتي، أشوفك يوم سبت وجمعة يا بعيدة. عمر برفض حاجب: بتقولي حاجة يا أمينة؟ أمينة بتوتر: لا خالص، أنا بس كنت بقول إني طالعة أنام لأني ما عنديش حاجة مهمة خالص بكرة، ولازم أصحى بدري لأن ما عنديش أي مواعيد وبس. تصبح على خير. فجأة ضرب سيف على الرخامة بحدة وقال: بقولك إيه، يا ريت تبطلي لف ودوران وتجيبي من الآخر يا بنت انتي. أمينة بارتباك: لف ودوران في إيه بس؟ هو أنا عملت حاجة ولا حاجة؟ أنا كنت نايمة في أمانة الله ونزلت أشرب، فين بقى لف ودوران يا باشا؟ سيف بحدة: هنشوف دلوقتي لو هجاوب على الأسئلة لا هتتقلك عدل ولا هتلف وتدوري. أفنان. أمينة بسرعة: معرفهاش، لا بنت خالتي ولا بنت عمتي ولا تقرب لي بحاجة أصلا، وأنا أساسا اتفاجئت بيها هنا، وفي اللي تقول بنت خالتي بنت خالتي، وأنا عمت على عمى عشان أنصص معاها في البقشيش. أما في الواقع أنا معرفش واحدة اسمها أفنان بصراحة. في سؤال تاني يا باشا؟ آدم بضحك: ده أنت عديتي ليه في الوطنة بكتير يا أمينة، ونعمة بنت الخالة بجد. أمينة بتوجس: نعمة ذات نفسها عملت مسلسل في رمضان اللي فات وسميته نعمة الأفوكاتو، وما شاء الله زي الفل. أما دلوقتي في توجس وفي هم فوق دماغي، تاخد منه حضرتك؟ آدم بمرح: لا شكرا ميرسي، لسه آكل والله. وضحك هو أمينة، فشخط فيهم سيف بحدة وقال: بس انت وهو أحسن لكم، بدل ما أوريكوا وش مش هيعجبكم. انت يا بنت تعدلوا وقولي أفنان كا. وفجأة سكت سيف لما سمع صوت مسيئة هادية جاية من الجنينة، فخرج هو والتلات اخوات وأمينة بتعجب، وترصصوا هما الخمسة جنب بعض يشوف الصوت جاي منين. فقال عمر بصدمة: يا لهوتي، وانا اللي شايفه ده بجد وجداني؟ سيف من نفس الصدمة: بيتهيألي كده، على رأي المصيبة دي. أحيي كركديه، هو ايه اللي بيحصل؟ هو اللي احنا شايفينه ده بجد 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 بجد؟ ده شكله هيكون مرارتين. أمينة بتوضيح: لا مش بتتقال كده، استنى هقولها، ده شكله مرار مطيب بيطين على راس الكل. وفجأة قالوا الخمسة مع بعض بتوجس: صح. كان الكل باصص للجنينة وهم مبرقين، فكانت أفنان وعاصم الألفي عاملين جو رومانسي، وأفنان بترقص له مع عاصم الألفي وهم مبتسمين ابتسامة صناعية. بعد ما شافت أفنان اجتماع الأخوات، فقالت أفنان بأسف وهي بتظهر الابتسامة: والله أسفة للمرة العاشرة يا عاصم بيه، عشان يعني بدوس على رجلك واحنا بنرقص، لكن والله غصب عني لأني مش بعرف أرقص. عاصم بتألم من رجله: لا ولا يهمك يا أفنان، بس تاني مرة لو شفتك لابسة كعب عالي أو كعب أصلا هضربك بيه عادي. ضحكت أفنان غصب عنها وهي بتتأسف له، وهي كل شوية تدوس على رجله بدون قصد وهما بيرقصوا. فقالت أمينة لنفسها: يخرب بيتك يا أفنان، هو موضوع قلب بجد وجداني ولا إيه؟ الجو الرومانتيكي ده بالتعبير. انتبهت أمينة فجأة لكلام أمير بضيق: طب واحنا هنفضل كده كتير نتفرج على العشق الممنوع ده؟ آدم بتعجب: عشق انت ايه اللي ممنوع ياض؟ انت لأ ومحرم كمان، اما اللي بيحصل قدامنا ده عشق مجهول الهوية. وفضل آدم يضحك بتوجس وأمينة بتبصله بصرحين. فقال سيف بحدة: اخرى سالة منك ليه؟ بدل ما والله احبسكم 48 ساعة لحد ما تتعلموا الأدب. سكت آدم وأمير بضيق وهم عارفين ان سيف مجنون وممكن يعملوها عادي. فرفع آدم عينيه عشان تيجي في عين أمينة اللي كانت بتقف جنبه، فأول ما جت عينه في عينيها اتوتروا فجأة هما الاتنين وهما باصين لبعض بصمت. لاحظ عمر بمكر النظرات دي، فجأة قال آدم بإحراج لما فاق لنفسه: هو احنا هنفضل واقفين نتفرج كده كتير ولا ايه؟ عمر بسخرية: انا من رأيي نروح نقطع عليهم لحظاتهم الرومانسية دي قبل ما يجيبوا عيال واحنا واقفين. سيف غيرة وضيق: انا بقول كده برضه. وراحوا من الخمسة عندهم. صنع عاصم المفاجأة وقال: ايه ده، انتم هنا يا ولاد؟ آدم بسخرية: تصور، عجيبة احنا هنا ازاي الساعة 12 بالليل يا والدي. أمير بضيق: بس لو كنا نعرف اننا بقعدتنا في الوقت ده هنقطع عليكم لحظتكم الرومانسية كنا بيتنا برا أحسن. عاصم بحركة لا أرضية لما لاحظ نظرات ولاده الأفنان، حط إيده على وسطها بابتسامة، فبصت له أفنان وأمينة بصدمة. ما بين بص السيف لإيد أبوه بنظرات نارية بتمتلئ بالغيرة والتملك، وهو بيحاول يتحكم في مشاعره بالعافية. أما أمير فجمد على إيده جامد وهو بيتحكم في أعصابه علشان ما تفلتش من جنون غيرته. أما عمر وآدم كانوا عكس الكل، فكل اللي حسوا بيه شوية حزن وضيق. فجت عيون أفنان على عيون سيف في اختناق من كل اللي بيحصل ده. شافت في عينه نظرة تمنت بعدها إنها ما تكونش بالصورة أحسن. لفت وشها الناحية التانية وعينيها مليانة بالدموع. فقال عاصم لأمير: ولا تقطع ولا حاجة يا أمير، وبعدين ما أنا وحبيبتي أفنان قدامنا العمر كله، واللحظات دي هتتكرر كتير، مش كده يا حبيبتي؟ أفنان بصوت مبحوح متوتر: صح صح يا حبيبي. ورجع بصت أفنان لعين سيف في اختناق. لف سيف وشه الناحية التانية بغضب من عيونه،
فقال عمر بضيق: ربنا يخليكم لبعض، وبكره مسافرين عزبة اسماعيل الحديدي، وبالمره مرات ابونا وبنت خالتها يغيروا جو. بصت افنان لعاصم بصدمه. عاصم ما كانش هياخد افنان معاه عشان مش عاوز حد يعرف باللعبه دي، يعني مش عاوز خبر كذبة جوازهم تتعرف لحد. فقالت افنان بسرعه: بس انا وامينه مش رايحين معاكم العزبه يا عمر. امير برفض حاجب: ده ليه ان شاء الله؟ ولا بابا مش حابب ياخدك معاه ويعرف الكل على مراته الجديده؟ عاصم توتر شديد: مش كده يا امير. بس افنان ما لهاش تخلق كتير بحد، مش بتحب تكون في مكان وهي ما تعرفش الناس اللي فيه، ففضلت احسن تكون هنا الاسبوع اللي هنكون فيه في العزبه. فجاه قال سيف بخبث: ازاي بس يا مرات ابويا؟ عاوزك تكوني لوحدك وتفوتي اجازه حلوه عليكي زي دي. ما يصحش برضه يا بابا تسيب مراتك وبنت خالتها لوحديهم، لازم يكونوا معانا عشان نكون اسره واحده. ده لو انت مش عاوز يا عاصم بيه. بصت افنان لعاصم برفض، فقال عاصم بحيره: لا طبعا ما ينفعش، واكيد هكون حابب مراتي وبنت خالتها يكونوا معانا. بعدها بص بلا حيله وكمل: ما ينفعش يا افنان ما تكونش معانا في الاجازه دي، وهو مجرد اسبوع واحد يا حبيبتي، ربنا يستر بقى. سيف بمكر: هيسترها معانا يا والدي طالما مرات ابونا هتكون معانا. وبص سيف لافنان نظرات ما ريحتش افنان، وحاسه ان سيف محضر لها حاجه هناك في العزبه. قرب ادم من امينه وقلب همس: كان نفسي والله ما تجيش معانا عشان ارتاح من وشك ده، بس للاسف هنتورط فيك فمضطرين ناخدك معانا. امينه برفعت حاجب: والله لما كنا تاخدنا على كتافك طول الطريق يبقى حق لك تقول كده يا دومه، اما غير كده فمالكش فيه، بدل ما والله دي كروسيه تجيب لك ارتجاج في المخ. ها. وسابته ومشيت بغيظ. فقال ادم بصدمه: ايه انثى الذكر دي يا ربي؟ فقال عاصم: طب انا هروح اراجع شويه حاجات قبل السفر بكره، ويا ريت تروحوا تناموا لاننا مسافرين بدري بكره. هز كل اللي راسه ومشى عاصم ورا عمر وامير، وبقى افنان وسيف هما باصين لبعض بغيظ. وبرضه في آن واحد فجأة سيف يمشي في راحة أفنان وقفته بضيق: ممكن أفهم أنت ليه صممت أجي معاكم العزبة؟ الحب اللي ظهر فجأة كده لمرات أبوك عشان تقول كده؟ لف سيف ليها وقلب خبز: هو الحب كان من زمان أصلا لمرات أبويا، بس شكل مرات أبويا بتنسى الحاجات المهمة. ربعت أفنان إيديها بضيق وقالت: زي إيه إن شاء الله الحاجات دي؟ ابتسم سيف بمكر وهو بيبص لخدودها: زي مثلا خدودي كمرات أبويا. أحلى حاجة في الموضوع إن قبل أبويا بوست الخدود الجامدة، ان قبل ابويا بوست الخدود اللي عامله زي حبات الفراوله دي. ده لو ابويا اللي في الحاجات دي اصلا، اصل السن بيحكم برضه والحاج سنه مش صغير خالص. احمر وش افنان بخجل شديد: صدق انك انسان سافل ولي الادب كمان. سيف بتصنع التفاجؤ: بجد انت فاجئتيني خالص، صدق ما كنتش اعرف. وساب سيف ومشي، وساب افنان بتبص له بغش شديد وهي عماله تنفخ بضيق. في اليوم التاني كان نايم ادم نايم بنوم عميق. فجاه دخلت امينه الاوضه بتسلل ومعاها مكعبين تلج، فبسرعه حطيتهم في تيشيرت ادم. فقال ادم وفضل يتنطط على السرير وبيحاول يخرجه من هدومه، وامينه بتضحك عليه بشده وقلب غضب: إيه الهبل ده؟ انت مجنونه يا بت انتي؟ امينه بضحك: هو انت ما كنتش تعرف؟ ادم بغيظ: انا لو كنت اعرف كنت دخلتك مستشفى عشان اخلص منك. انت من سماح لك تدخلوا اوضتي يا بت انتي. امينه بكل هدوء: الكل بدا يجهزوا نفسهم عشان السفر وسموك لسه نايم. فقالت مدام عنيات انها هتصحيك، فقلت لها لا، انا لا صحيك بنفسي وصحيتك بطريقتي، مش انت صاحي دلوقتي يا دومه. شال ادم مكعبين التلج من تيشيرته بالعافيه وقلب غيظ: دومه في عينك يا بنت المتضايقه انتي، تاني مره يا بت ما تدخليش اوضتي تاني ولا تصحيني، بدل والله المره الجايه هجيبك من شعرك ده. فضلت امينه تضحك جامد: حاضر حاضر، يلا بقى غير هدومك وانجز عشان الكل في انتظارك يا برو. وجت امينه تخرج من الاوضه. نزل ادم من على السرير بتعجب ووقفها باستغراب: استني هنا، زي ماشيه في الفيلا كده بقميص النوم. فتحت امينه عينها بصدمه: قميص نوم ايه؟ ده فستان خروج يا ابني. كانت امينه لابسه فستان ازرق واصل للركب، حملاته مكشوف قوي عكس لبسها المحترم دايما. فبص لها ادم من تحت لفوق وقال: ده فستان خروج ازاي يعني؟ امينه باستغراب: عادي، هو ماله؟ ما كل البنات بتلبس كده، انت ليه محسسني اني لابسه حاجه غريبه؟ ادم بحده: طبعا غريبه وما ينفعش تلبسي انت كده، الكل يلبس زي ما هو عاوز، اما انت لا. لمعت الدموع في عيون امينه: ليه؟ وانا مش زي كل البنات من حق البس زي ما انا عاوزه براحتي؟ ادم بضيق ما عرفش سابه: لا من حقك، لكن انت مش شايفه كتافك ورجلك اللي باينين دول؟ واللي يسوى واللي ما يسواش هيقعد يمقع عيونه فيهم من الحيوان اللي جاب لك الفستان ده. ضحكت امينه رغم عنها: انت؟ ادم بتعجب: انا؟ امتى ان شاء الله؟ وافتكر ادم لما اخدها هي وافنان المول عشان يجيب لهم لبس، فحرك ايدها على وشه بغيظ شديد: طب يلا روحي غيري فستانك ده يا امينه حالا. امينه بعند: لا مش مغيره حاجه، انا عاجبني الفستان ده وهمشي بيه. وخد بالك انت لا اخويا ولا جوزي ولا خطيبي ولا حاجه ليا اصلا عشان تتحكم في لبس حضرتك. وجت امينه تمشي راح ادم شدها ليه بغيظ وهي قريبه منه جدا وقلب غيظ: انا مش ليكي حاجه، بس حكم عليكي كصديق ان اخاف عليكي، انت زي كل البنات بس انت مميزه عنهم.
عندي يا أمينة بكتير. بعدها كمل بتوتر: انت مميزة باحترامك لنفسك اللي خليك كبيرة أوي في عيون من أول دقيقة ليكي هنا. دراعاتك ورجليك اللي باينين دول مش شياكة، وانك كده جميلة. لا خالص، انت كده بتقولي الكل اتفرجوا على جسمه ببلاش، وانا راجل وعارف كويس نظرات الرجالة بتكون عاملة ازاي يا أمينة. اتوترت أمينة من قربها من آدم، هما باصين لبعض شوية. ففجأة جت عيون آدم على ملامح أمينة اللي عمالة تترعش بتوتر من قربهم من بعض للدرجة دي، وبسرعة بعدت أمينة عنه لما لاحظت نظراته بخجل شديد. أنا خارجة، الكل مستنيك تحت. وخرجت أمينة بسرعة من أوضة آدم وهي حاطة إيدها على قلبها اللي بيدق بسرعة. وآدم بصلها بحيرة. تسريع في الأحداث. كان عاصم وولاده واقفين مستنيين نزول الباقيين، وكان سيف واقف يدخن السجاير بملل. فجأة فتح عيون بانبهار لما نزلت أفنان بطلتها اللي دايما تخطف القلوب. فراحت أفنان لعاصم بتوتر، فقال عاصم بحنان أب: خلاص يا أفنان. أفنان بتوتر: أيوة، بس أنا مش حاسة إني حابة أجي معاكم، لأني معرفش العيلة دي كويس، وغير كده هما معزمنيش، فالأحسن بلاش. جه عاصم يتكلم فقطع سيف بمكر: الكلام اللي بتقولي ده بس يا مرات ابويا، مش اسماعيل بيه عزم ابويا، وانت مرات ابويا برضه، يعني انتوا ابويا واحد ولا ايه يا بابا؟ افنان بغيظ فقال عاصم بابتسامه: اه اكيد يا افنان، ما تشغليش بالك بالكلام ده، هما لو كانوا يعرفوا كانوا يعزموكي اكيد. ابتسمت له افنان بتوتر وبصت لسيف بضيق، ولقيته بيبصلها بابتسامه خبيثه. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، واستنوني في حلقه جديده باحداث جديده. وما تنسوش اللايك للحلقه والاشتراك في القناه وتفعيل زر الاشعارات عشان يوصلكم اشعار بكل حلقه جديده بنزلها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.